عندنا مجموعة من النقط ناخد بالنا منها واحنا بنشتري الجيب شروكي. هو النقط دي تقدر تطبقها على اي عربية وانت تشتريها مستعملة، لكن الجيب وضعية خاصة. فيلا بينا نبص كده على اهم النقط اللي احنا بنبص عليها: شكل وحالة الدهان، شكل البلاستيكات، الرفارف، الفروقات اللي احنا بنبص عليها ديت زي ما احنا شايفين كده. هنا في فروقات كتير، تبص الفروقات دي مظبوطة ولا مش مظبوطة، في حاجة داخلة وحاجة خارجة. بص الفروقات اللي احنا بنبص عليها هنا، الحاجات دي كده. شكل الدهان بتاع العربية من هنا، الفروقات بتاعت الأبواب، كذلك من ورا شكل الاكسدام، حالة البلاستيكات اللي ورا. البلاستيك ده هنا في انبعاجات كتير، العربية واخدة خبطات. الدواير ديت شكلها كويس، النواكل، التوربيدو دوت مظبوط معرض، في انبعاجات. القايم بتاع العربيه في الحته ديت من مطرح الازاز، في بارومه مفيش بارومه، ناخد بالنا من الحاجات دي كويس جدا. ده بنسميه الفحص الظاهري بالعين كده للعربيه. لو جينا بعد كده نبص على حاله الابواب، نفتح هنا اهوت نشوف فيه شكل الدهان من جوه كده. نيجي عند المسامير هنا والمفصلات، نشوف هل في هنا مثلا في حاجه مش مظبوطه، مفكوكه، هنا مقطع، هنا مثلا هل في هنا بارومه، هنا مثلا الدهان شكله كويس، شكله فابريكا ولا في شكل ملعوب. طبعا هيكون معانا فني متخصص، بس احنا بنتكلم عن شويه التفاصيل احنا محتاجينها لما نيجي نفحص عربيه قبل ما نجيب فني. بص حضرتك دي، بص مظبوطه ازاي. معنى كده الحاجات دي حتى لو اتفكت عشان تتعمل اتركبت تاني مظبوط. نفتح هنا اهوت نشوف هنا في بارومه ولا مفيش بارومه. الحاجات اللي هي نقاط تجميع دايما اللي بنخاف منها بتجمع ميه معانا. بعد كده نمسك السقف نبص من فوق كده اهو، هل في بارومه في سقف العربيه ولا مفيش بارومه. طبعا هو حاله الدهان بتبقى سيئه جدا، احنا عارفين الكلام ده كويس جدا، لكن كل ما بيكون في بارومه في سقف العربيه كل ما بيكون بيخوف، بنبقى خايفين منها. ونفحص عند المزاريب بتاعه الميه دايما من هنا كده، بتمد ايدك كده ببساطه كده وتعمل كده تشوف هل في بارومه ولا مفيش بارومه. على فكره عادي انك ممكن تلاقي بارومه، بس ده ليه سعر وده ليه سعر، لان العربيه زي ما قلنا انها تجميع مصري، وفعلا بيبقى فيها حاجات مشاكل في الدهان. اكتر حاجه بتعيب العربيه دي الدهان بتاعها، وجسم العربيه بتاعها بيبقى من بره الدهان بتاعته حالته سيئه. ونبدا نفتح هنا برضو الشنطه، نبص هنا اهوت هل في بارومه هنا ولا مفيش بارومه كده كده. نشوف الشكل ده هنا اهوت العام، المفصلات، شكل البلاستيك، المساعدين بتاعت العربية بتاعت الباب كويس ولا وحش، وهكذا. شكل الفوانيس من هنا اهوت اتفكت قبل كده، طب اتفكت واتربطت وحش ولا اتربطت حلو. تفاصيل ناخد بالنا منها كلنا كده واحنا مع بعض. هنا اهوت ادي ده شكل العربية واحنا بنفحصها بالعين. بعد كده نبدأ نروح هنفتح الكبوت بتاع العربية. طبعا نبص برضه على المفصلات هنا اهوت كده ونتأكد. يلا نفتح الكبوت سوا ونشوف الدنيا فيها ايه من جوه. اول حاجه بنبص عليها في الكبوت بتاعنا العزل الداخلي. ده عزل الكبوت من هنا، ده بيبقى زي اسطوفه كده حراريه بتمنع ان الحراره تطلع على الصالون وعلى جسم العربيه من بره. وبيبقى فيه زيها من جوه من هنا اللي هو العازل الاسود اللي احنا شايفينه ده. ده كده كمان عازل، ده اللي بيمنع ان الحراره تخش جوه عند الصالون. تمام، ناخد بالنا كويس جدا منه. نشوف التقفيل بتاعه، العلب بتاعت الفيوزات وعلب الهواء هنا اهوت اللي بيبقى فيها فلتر الهواء شكله كويس، في كسور مفيش كسور. هنا مثلا كده اهوت الزور دوت. البطاريه والقاعده بتاعتها هل البطاريه سليمه، طب عامله صدى. يعني علبه الفيوزات هل فيها كسور. بتفتح علبه الفيوزات بسهوله كده اهوت وتبص بصه كده اهوت عندك الفيوزات شكلها سليم ولا فيها حاجه ملخبطه ولا فيها لعب ولا فيها توصيلات ولا حد عامل كباري. تاخد بالك من الحاجات دي كلها من الفحص الظاهري. نبص هنا اهوت على السلاح هنا اهوت كده، بيسموا ده سلاح الفخده. شكل المنظر العام، المسامير، الصواميل، التقفيلات بتاعتها تمام مش تمام،
الوش بتاع العربيه عندنا هنا، هل ده فابريكا ولا مش فابريكا؟ البلاستيك دوت سليم، المسمار سليم ولا لا، الحاجه الجوانات دي سليمه ولا مش سليمه، منظر شكل العلبه بتاعت الميه بتاعت الراداتير، التوربيدو بقى من جوه هل في حاجه معوجه، في حاجه مش متركبه صح، والبلاستيك دوت. كل التفاصيل دي بنبص عليها، ونبص على منظر السلوك. نبدا نبص بصه كمان من هنا اهوت، هل العربيه واخده خبطات من تحت، في كحتات. هنقوم موطيين كده ونازلين ونشوف منظر العربيه من تحت عامل ازاي، سليم، واخد خبطات مش واخد خبطات. منظر الكاوتش بتاعنا، الكاوتش سليم ولا مش سليم، كاوتش جديد. نبص على تاريخ انتاجه، البلاستيكات اللي حوالين الكاوتش بنبص عليها من هنا كده، اللي هي اللي مسميها الكارتات، الصواميل اللي ماسكه المساعدين ونتاكد منها شكلها تمام مش تمام. ننزل نبص تحت شويه، وده مهم جدا 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 النقطه دي، ان احنا نبص هنا اهوت على حاله الكورونا، هل بقى هي منشعه زيت، غرقانه زيت، ولا العادي اللي هي نقطتين 3 زيت اللي هم بيروحوا. منظر الشكل من تحت هنا اهوت عند المقصات وعند المساعدين، فيها متهانه ولا مش متهانه. ادي عمود الاتزان اللي كنت بكلمكم عليه من شويه، اللي هو الستابلايزرز ده هو جزء من الامان، اللي هو اللي ورا الكورونا ده على طول، اللي هو ماسك الفرتين من بعض. ومنظر الشكمان، هل واخد خبطات مش واخد خبطات، وهكذا. ده اللي انا اقصده، ان احنا نفحص العربيه فحص سريع. نخش بقى جوه الصالون، نفتح العربيه، نبص على البلاستيك بتاع الابواب، في تجاريح، في ضربات مفك. نبص هنا كمان على الجوانات، على الكراسي، كراسي مقطعه طبعا، عشان طبعا التقفيل المصري دايما هتلاقي حاجه بسيطه زي دي. لكن هل بقى في قطعات، في تشقيق جامد؟ الكراسي دي كلها جلد طبيعي على فكره. ده منظر الطاره، وادي التابلو، اخبار التابلو ايه، الاضاءه بتاعته، البلاستيكات، ده منظر التابلو لما بيتفتح والعدادات بتاعته. ادي منظر التابلو. هنا في ضربات مفك، في حاجات سيئه هنا كده مثلا كده، في حد ضارب مفك هنا وشايلها، في بقع، في لسعات سجاير، حاجات التفاصيل دي وصاحب العربيه بيبقى متضايق منها جدا جدا، ويبقى يفضل شايفها على طول. حزمه الامان شغاله كويس ولا لا، فتحه السقف نتاكد انها شغاله بتفتح كويس ولا في اصوات وهي بتفتح وهي بتقفل. لسه بنكمل مع بعض ان احنا نفحص العربيه بتاعتنا ونتاكد من جوه انها تمام ولا مش تمام قبل ما ناخدها عند المركز الفني. احنا كده دورنا العربيه وكل اللمبات بتاعتنا طفت، فاضل طبعا لمبه الحزام. شد الحزام كده، كل لمبات التابلو اتطفت قدامنا. ده اول جزء نطمن عليه اول ما ندور العربيه. دورنا العربيه وجبناها على الدي، كتبت في التابلو دي، مفيش اي ايرور، مفيش اي مشاكل. نبدا نتحرك بالعربيه، يا ريت نكون في حته هاديه، ونبدا نسمع العربيه هل في اصوات. نبص على التجميع، العربيه استجابتها سريعه في التجميع ولا لا. ده شكل التجميع مثلا. طبعا انا مش كابس بنزين قوي، انا قفلت دلوقتي، بحاول اقفل فتحه السقف، كمان بقفل الشبابيك عشان اسمع جوه العربيه هل في اصوات، في دبدبه، في اصوات مضايقاني. المطبات اصواتها طبيعيه، نظام التعليق بتاع العربيه عادي. وانا واقف طبعا بجيب الدركسيون يمين وشمال واشوف العربيه بتتحرك معايا بسهوله جدا ولا لا. الباور في العربيه ديت ناعم جدا جدا، من اقل لفه زي ما احنا شايفين كده اهوت يجيب العربيه كلها يمين وشمال. يعني في ثواني مثلا ممكن تيجي هنا اهوت كده تبص ليها كده زي ما احنا شايفين العربيه طلعت على الرصيف، شايفين بمنتهى البساطه من غير ما تحس. عشان كده دايما تاخد بالك وانت بتبص على العربيه دلوقتي هتنزل من على الرصيف. مع ان الرصيف مش قليل ابدا، رصيف ارتفاعه اكتر من 20 سم، ده ارتفاع الرصيف. فدايما تاخد بالك كويس قوي من اللي جنبك وانت سايق. دلوقتي احنا بنشوف الاصوات اللي طالعه من العربيه. العربيه تمام والتجميع بتاعها تمام. نبدا واحنا واقفين نجرب ان احنا نفرج بالعربيه
العربيه دلوقتي هيعديه، تقوم زي ما احنا شايفين بنفرد بالعربيه، بنجيب الفتيس بتاعنا على الاولاني ونقف ونطلع تاني. زي ما احنا شايفين العربيه بتفرق وبتجمع والباور بتاعها كله حاضر تحت رجلك. ادي الار بي ام لان احنا دلوقتي ماشيين على الاولاني بس كده زي ما احنا شايفين. نبدا نجيب التاني زي ما احنا شايفين. العربيه بتجمعها تحت رجليك عافي نبدا نشوف فرامل. عربيه فايقه تحت رجليك في الفرامل وبتفرمل وبتقف في المكان اللي انت عايزه بالظبط. نبدأ نحرك العربية تاني عدي، ونبدأ نجيب وضع الدفع الرباعي. فتيس هنا زي ما احنا شايفين هو شكله شيك جدا، صغير قوي كده. كتب لك ان العربية 4WD اشتغل. نبدأ ندوس بنزين شوية ونشوف العربية هل في اصوات. طبعا مع وضع ال 4WD طبعا ما ينفعش نفرك طبعا لان انت كده هتبقى بتدمر الفتيس بتاعك، فمحدش بيعمل كده ابدا. انت بس بتبدا تجمع بالعربيه وتشوف السرعه بتاعتها عامله ازاي. بعد كده الوضعيه اللي بعدها هتقوم واقف بالعربيه وتجيب الفتيس عندك على وضعيه اللو. دلوقتي احنا على نظام ال 4WD لو، وبتنور معانا لمبه ال 4 لو هنا، وهنا بينبهك ان انت ما تقدرش تمشي اكتر من سرعه 40 كيلو متر في الساعه، وده بيبقى خطر جدا على الفتيس لان ديت الوضعيه اللي انت بتقدر تسوق بيها في الرمله او في الطين او في الغرز. وطبعا بتكون طبعا مفسد الكاوتش بتاعك شويه، وليه وضعيه معينه للناس اللي فاهمين اوف رودنج كويس. نقدر نطفي الكلام ده من هنا، واول ما بنطفيه زي ما احنا شايفين لمبه الفور لو طفت، لكن لسه الفور WD شغال. وبعد كده لما نيجي نطفيه كده اهوت احنا كده رجعنا لوضعيه الدفع الخلفي. كل دوت اهم حاجه ما تسمعش صوت نتشات نقلات. الفتيس بتاعنا 4 سرعات، فنبدا ناخد بالنا منه انه مفيش نقله من الثانيه في نتشه في هبده. العربيه ما بتتهرجش بيك جامد مثلا وانت بتنقل من نقله لنقله، وانت بتنقل من فتيس لفتيس، وانت بتشغل فتيس الغرز بتاعك. كل دوت مفيش اصوات. العربيه سموز جدا وبسيطه قوي. بعد ما خلصنا فحص جسم السياره بالعين المجرده وجربنا العربيه سوا وبصينا على حاله الدهان وشيكنا على الفتيس وشيكنا على الكراسي والبلاستيكات والسنسور باركينج والكماليات اللي في العربيه، طلعنا سوقنا العربيه. احنا اطمنا ان العربيه دي الى حد كبير تمام وشايفين الكيلومتر بتاعها كويس. نبدا ناخدها عند ناس متخصصه تفحص العربيه. فحص العربيه ديت التكنيكال بقى جزئين. الجزء الاولاني ان انت بتوديها عند مركز متخصص في الصاج وفي جسم العربيه، زي ورشه السمكره والدهان مثلا. تقدر تجيبها عندنا في 9 موتورز في الورشه بتاعتنا، تقدر تجيبها في اي مكان تفحص بيه جسم العربيه من بره. يفحص لك الحوض، الشنطه، الدواخل، القوايم، حاله البرومه، كل التفاصيل اللي انت محتاجها تكنيكال عن العربيه في الجسم بتاع العربيه، عشان الخبطات بتاعت العربيه ديت بتزعل جدا واصلاحها بيكون صعب. خلصنا الجزء الفني دوت واطمنا ان العربيه تمام. نروح على الجزء الفني التاني اللي هو بتاع الميكانيكا والعفشه. ناخدها عند مركز من المراكز المتخصصه جيب، مش عند اي ميكانيكي وخلاص. وعنده الكمبيوتر بتاع العربيه. طبعا هو الافضل هو التوكيل، ما كانش التوكيل متاح هتقدر توديها لاي مركز من مراكز الجيب. هيكشف لك على العربيه، على الميكانيكا، على كل النقط اللي احنا كشفنا عليها. يحط الموتور على الكمبيوتر، يشوف ايه الايرور اللي الكمبيوتر بيطلعه، القرايات اللي بيطلعها الكمبيوتر. يعني هيقول لك ان السنسورز بتاعت العربيه كلها تمام، او مثلا سنسور الاي بي اس او الاي اس بي في مشاكل، في مثلا لمبه في الاي بي اس مثلا في حاجه مش مظبوطه، كان في مشكله مثلا في الايرباجز واتقفلت وصاحب العربيه عمل لها باي باس. في تفاصيل كتير جدا تاخد بالك منها، ولما بيبان على الكمبيوتر بتاع العربيه لما يكون عنده السوفت وير الاصلي بتاع العربيه بيبان كل التفاصيل ديت قدامه. ويفحص كيلومتر العربيه صح.
بنفسه على الكمبيوتر ويتاكد ان هو مش معمول فيه اي لعب، وده بيبان عنده برضه لو هو عنده سوفت وير الاصلي بتاع العربيه بالفيشه الاصليه بتاعت الاو بي دي بتاعت الكمبيوترز. تاني نقطه هيفحصها انظمه التعليق بتاعت العربيه، ويتاكد ان مفيش مساعدين ضربه، ان مفيش مقصات بايظه، ان الجلب بتاعت العربيه تمام مش محتاجه صيانه قريب، لو محتاجه صيانه عادي بس كل ده هينقص من ثمنها او هتشيل من ثمنها ثمن الصيانات اللي العربيه محتاجاها. وثالث واهم نقطه واللي هي الفاينل بالنسبه لي، فحص الفتيس. فتيس العربيه ديت هو روحها، ويفحص معاه كمان فتيس الغرز والكوارين، تشيك عليها تمام مفيش اي ايرور مفيش اي مشاكل. حط الفتيس على الكمبيوتر ويقرا منه عداد الكيلومتر بتاع العربيه، لان عداد الكيلومتر بتاع العربيه دوت بيتقري في 3 اماكن: الكمبيوتر اللي انت شايفه قدامك، الكنترول بتاع العربيه اللي هو بيقرا منه، وثالث حاجه الكنترول بتاع الفتيس بيقرا منه الكيلومتر برضه. فانت يتاكد ان ال3 قرايات مطابقه عنده وان مفيش اي لعب في كيلومتر العربيه. العربيه دي عادي جدا انها تعمل 200,000 و300,000 و500,000 من غير ما تعمل مشاكل ولا تغير موتور ولا فتيس، بس اهم حاجه تكون ماشيه على الصيانات بتاعتها تمام. يا رب اكون موفق في التقرير واشوفكم في تقرير تاني ان شاء الله.